السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الموضوع بتاع النهارده موضوع مهم جدا ومشكلة بتقابل ناس كتير جدا، وانا كنت اول واحد فيكم اواجه المشكلة دي. مين فينا كان عايز يبدأ مشروع معين او عايز ينفذ فكرة معينة او عايز يدخل يتعلم مجال جديد عليه وهو حاسس ان هو جاهز لكنه مش بيبدأ؟ لو انت واحد من الناس دي كمل معايا الفيديو عشان اقول لك ليه احنا مش بنبدأ اي فكرة، او ليه مش بنبدأ مسار تعليمي عايزين نتعلمه، او ليه مش بنبدأ فكرتنا او مشروعنا. هديلك امثلة حقيقية من اللي بنشوفها في الحياة والمثال اللي حصل معانا شخصيا. كتير جدا قابلت ناس عايزين يدخلوا يتعلموا مجال البرمجه، والشخص رغم ان هو حاسس ان هو جاهز لكنه مش بيبدا. في الفيديو ده بقى هنناقش النقط اللي بتخلي الناس ما تبداش، وكل نقطه ان شاء الله هقول لك الحل بتاعها، او خلينا نقول كل مشكله من المشاكل اللي بتخليك ما تبداش هقول لك ان شاء الله الحل بتاعها. يلا بينا. اول واهم نقطه يا صديقي ان احنا بنخاف من احساس الفشل، او بنخاف من الاحساس بالفشل. يعني مش الخوف من الفشل نفسه، لا، احنا بنخاف من الاحساس اللي بيجي بعد الفشل. احساس ان انت حاولت تعمل حاجة وما نجحتش فيها، احساس ان الناس قيمتك وحطتك في مكان معين وانت ما بقيتش في المكان ده، ما نجحتش توصل للمكان ده، احساس ان انت خيبت توقعاتك. وهنا يا صديقي خليني اقول لك ان العقل بيحاول يحميك من الاحساس ده. العقل بيجي يقول لك استنى شوية، مفيش حد بيجري وراك، مفيش داعي يعني تبدأ دلوقتي، مش ضروري يعني، اصبر يا عم لما نضمن. كل الحاجات دي العقل بيحاول يقنعك بيها عشان يحميك من الاحساس ده، احساس ان انت تفشل وبعد ما تفشل تحس بالاحساس اللي بعد الفشل اللي احنا قلنا عليه دلوقتي. والتأجيل هنا يا صديقي مش كسل، دي آلية دفاع المخ بياخدها علشان يمنعك من الإحساس ده اللي هيجيلك بعد الفشل. عقلك ببساطة شايف إن عدم المحاولة أأمن بكتير من المحاولة. ده منطقي، هو أأمن فعلا، بس عدم المحاولة معناها إن أنت 100% فشلت، لكن المحاولة في مجال إن أنت تنجح وفي مجال إن أنت تفشل. هتختار إيه؟ ما تحاولش أصلا فتفشل 100%، أو يبقى إن في أمل تنجح؟ والحقيقة يا صديقي وبكل صراحة إنه الندم وكل الأحاسيس دي بتيجي من عدم المحاولة، مش من ان انت تحاول وتفشل. على فكرة لو حاولت وفشلت انت بتكسب خبرات، لكن لو انت ما حاولتش هتفشل لانك ما بدأتش اصلا، ما حاولتش، وفي نفس الوقت هتندم، ما خدتش خبرات وفشلت وندمت. ف100% حضرتك لازم تبدأ، لازم تسيستم نفسك ان موضوع الفشل ده كونسبت او مفهوم بشري عادي بيحصل لكل الناس. في ناس كتير جدا لو بتخاف من الفشل وما بدأتش العالم ما كانش هيتغير. في ناس كتير جدا عملت حاجات فادت العالم، لو كانت بتخاف من الفشل ما كناش استفدنا بالحاجات دي خالص. في ناس بتفشل مرة واثنين وعشرة وبتكمل وبتنجح بعد كده. الفشل جزء اساسي من النجاح، وده مش كلام تنمية بشرية، صدقني. احنا وصلنا لعصر الانسان لو نجح من اول مرة بيستغرب، بيحتاج يفشل كذا مرة عشان يتعلم وياخد خبرات ويقدر ينجح بعد كده وبقوة. تاني نقطة يا صديقي ومن وجهة نظري هي اهم نقطة، هو ان احنا بنخاف من حكم الناس علينا. كتير جدا من الناس مش هتعترف بالنقطة دي وهيقول لك انا ما بيفرقش معايا حكم الناس ولا تقييم الناس وانا عادي جدا، مع العلم ان هو الحاجات دي بتأثر فيك جدا وممكن تخليه ما يبدأش فكرته وهو مش حاسس. لكن صدقني احنا معظم الوقت ما بنبدأش فكرتنا عشان خايفين من حكم الناس. وانا اعرف ناس معرفة شخصية كانوا ناويين يعملوا مشاريع وحاجات هتفيد بعض الناس التانية وما بدأوهاش بسبب خايفين من حكم الناس. انا دلوقتي كنت عايز افتح قناة واقدم فيديوهات تعليمية، بس انا خايف من التعليقات السلبية، خايف من حكم الناس عليا. واحد هيطلع يقول لي انت مبتدئ، انت ازاي تشرح حاجة زي كده وانت مش مؤهل، اي كلام من الكلام اللي احنا بنسمعه. هو عشان خايف من الحكم ده فما بيبدأش الفكرة بتاعته، رغم ان ده طبيعي جدا انك تبدأ حتى لو عملاق وهتلاقي انتقادات وهتلاقي ناس تقيمك، ده طبيعي، سنة الحياة، فما فيهاش مشكلة خالص. فانت كده بينك وبين نفسك بتفضل تقول ايه بقى؟ هي الناس هتقول ايه؟ انا داخل اتعلم برمجه، فجي عمي في العيله يقول لي يعني انت هتعمل ايه بالبرمجه؟ يعني انت هتعمل لنا ايه لما تنجح؟ يعني انت هتشتغل فين في الاخر؟ انت خايف من الكلام ده، خايف من الحاجات اللي عمالين يقولوها. على فكره في احتمال يكون كلامه صح وانك مش هتنفع في المجال ده وتفشل، وفي احتمال انك تنجح. من حقك تاخد فرصتك، ما ينفعش حد يحكم عليك بشويه كلام ويفضل يوقعك ويحكم من البدايه قبل ما تبدا. على فكره انت نفسك قبل ما تبدا ما حكمتش على نفسك، فما بالك لما يجي حد غريب او حد يا عم مقرب منك يحكم عليه ويخليك ما تبداش؟ مش منطقي خالص. خد فرصتك زيك زي اي حد، خد من الناس نصايحهم والفيدباك اللي هم بيديهولك، استفيد بيه، مفيش مشكله، بس محدش يخطط لي مستقبلي ولا يسيستم لي حياتي. كل اللي عليك ان انت تديني نصايحك، لو نفعت معايا وجت على مقاسي تمام، ما نفعتش خلاص هاخد فرصتي واشوف. نجحت الحمد لله وصلت اللي انا عايزه، فشلت الحمد لله اتعلمت حاجه واخش في حاجه تانية، وهكذا سنه الحياه. ما تقعدش بقى بينك وبين نفسك تقول هو انا لما اجي افتح قناه يا ترى الناس هتقول ايه على اول فيديو هعمله، يا ترى الناس
الناس لما اجي اشرح هيقولوا ايه على اسلوبي، يا ترى التصوير هيبقى عامل ازاي، الصوت طيب الناس هتعلق عليه ولا لا. كل الحاجات دي مش هتخليك تبدا يا صديقي. انت عمال تحط مخاوف قدامك وعمال حاطط حكم الناس اهم حاجه، فمش هتكمل. صدقني لازم تنسى كل الكلام ده وتبدا وتعمل حسابك وتسيستم نفسك ان ده طبيعي وبيحصل مع اي حد في الدنيا. بص يا صديقي العزيز، احنا بطبعنا كائنات اجتماعيه بنحب موضوع القبول قوي، يعني بنحب الناس تقبلنا دايما يعني وما تنتقدناش والكلام ده. دي بديهيات مفيش فيها مشكله. حضرتك لما تدخل في حاجه معينه وتنجح فيها، فايه اللي بيحصل؟ بتبدا مرحله الظهور. خلي بالك الظهور ده ان مش معناه ان انت تبقى شخص مشهور، لا، يعني بقى في شويه تركيز عليك، والتركيز عليك ده بيخلي الناس تبدا تقيمك. في ناس بقى كتير بيخافوا من المخاطره بتاعه الظهور والتقييم دي، عشان كده ما بيبداوش. مع ان عايز اقول لك انه اغلب الوقت كل الحاجات دي بيكون في خيالاتنا، والناس اصلا ما بتكونش مهتمين بحاجه، وممكن تلاقي نفسك ماشي في طريقك سواء نجحت او فشلت، الناس مش في دماغها الموضوع. عشان كده حل المشكله دي ان حضرتك تبدا وتتاقلم مع الوضع، انك عادي جدا تقابل انتقادات وسلبيات وناس تقيمك وتوقعات كل الكلام ده. فابدا ومالكش دعوه بالناس، مالكش دعوه بحكم الناس، ما تجيبش مشاكل المستقبل قدامك، ما تركزش مع الناس هتقول ايه. ابدا خد فرصتك عشان تكون مركز 100% فيها ومفيش شويه تركيز رايحين مع الناس هتقول ايه. رقم 3 يا صديقي، حاجه من الحاجات اللي اتكلمنا عنها كتير جدا في فيديوهات، وفي ناس على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا عملوا عنها فيديوهات كامله عن النقطه دي، بس اللي هي اللحظه المثاليه. انا شايف من وجهه نظري ان دي اكتر حاجه الشيطان ضحك على الانسان بيه، انه يبقى فيه لحظه مثاليه. عارف يعني ايه لحظه مثاليه؟ يعني كل حاجه كامله. مش هينفع يبقى كل حاجه كامله. انا واحد من الناس عايز ابدا اتعلم برمجه، تمام؟ اول حاجه انا محتاج اكون رايق جدا ودماغي زي الفل وما فيهاش حاجه مشاكل خالص، التركيز 100%. محتاج ابدا من بدايه السنه، محتاج ان انا اكون سديت الفلوس اللي عليها كلها، محتاج ما يكونش عندي تاسكات خالص، محتاج خريطه تعليميه كامله، محتاج جهازي يكون متظبط كده وحاجه محترمه. كل ده بقى انت عايز تجمعه في لحظه واحده. مش هيحصل، صدقني مش هيحصل. هيطلع لك خازوق او 2 أو 3 من وسط الحاجات دي كلها. فما فيش حاجه اسمها اللحظه المثاليه، يعني ما تستناش لحظه بعينها. عايز تبدا فكرتك ابداها حالا. طبعا مش محتاج اقول لك انك بتفكر داخل على ايه وبعدين تتوكل على الله وتبدا. طيب انا جيت ابدا مثلا اتعلم برمجه، لقيت خريطه تعليميه مش كامله، عادي كملها في الطريق. طب خريطه تعليميه اكتشفت ان هي وحشه، عادي عدلها في الطريق. خريطه تعليميه فيها كورسات انا ما فهمتش منها حاجه، عادي دور على واحده تانية في الطريق يكون فيها كورسات تفهمها. كل حاجه هتنور في الطريق. صدقني مفيش حاجه اسمها اللحظه المثاليه، في حاجه اسمها اللحظه الصح اللي هي امتى؟ دلوقتي. وده مش كلام تنميه بشريه، ده كلام ناس ضاع منها سنين عشان كانت مستنيه اللحظه المثاليه. اقول لك على حاجه، في ناس كتير قوي بتقول لنفسها انا هبدا لما الظروف تتحسن. اسمح لي احبطك واقول لك الظروف مش هتتحسن، صدقني. لكن لو انت بدات فكرتك ان شاء الله في مجال لانك انت تحسن الظروف. ريح بالك بقى وابدا، وان شاء الله الظروف هتتحسن. بعد ما تبدا هتغير مستواك، هتخليه من مكان لمكان اعلى، فطبيعي هتعمل توازن والظروف هتبقى احسن. انما انت مستني الظروف تتحسن وانت ما بتقدمش حاجه للظروف عشان تتحسن، فمش منطقي انك تقعد مستني. بص يا صديقي، الاستعداد الكامل ده عباره عن وهم مريح شويه، هو بيريحك بس هو وهم في النهايه، بيخليك تحس ان انت بتحضر وبتخطط وبتعمل حاجه لفكرتك، بس انت حرفيا ما بتعملش حاجه، انت مستني. هو ليه مريح؟ عشان انت ما دخلتش في المخاطره الحقيقيه. بس هو ليه وهم؟ عشان انت فعليا ما عملتش حاجه. لازم تبدا عشان ما يبقاش وهم، يبقى حقيقه، في تنفيذ فعلي. احب اقول لك ان البدء في اي فكره او مشروع او مسار تعليمي عايز تتعلمه، العادي ان هو يبقى ناقص. صدقني مفيش حاجه بتبقى كامله، وبتكمله في الطريق زي ما انا قلت لك من شويه. دكتور ايهاب حبيبنا اللي دايما في كل فيديو بقول جملته ابدا مفركش، ابدا مفركش. مفركش يعني مش كامل، في حاجات ناقصه، بس هتبدا. لما تبدا انت خدت مكسب الاسبقيه ان انت تبدا. هتلاقي في السكه في حاجات بتتحسن، هتلاقي في السكه اجابات اسئلتك اللي انت كنت متعطل عليها، مستني حد يجاوبني على الاسئله دي عشان ابدا. يا جماعه في ناس كانت بتقعد سنين مستنيه حد يجاوبها على اسئله قبل ما يبدا في المجال، ده مكسل يدور على حد يساله. ممكن يبعت سؤال ويستنى سنه، والله ثم والله انا ما بكذب عليك. في واحد مره بعت لي سؤال ايام طحن في الفيسبوك، وكان في كميه رسائل كتيره ما بلحقش عليها. بصيت بعد سنه لما الوضع هدي، لقيت باعت الرساله ودخلت ارد عليه من غير ما اشوف التاريخ. والله ما شفت التاريخ، ما خدتش بالي، لقيته بيكمل معايا الكلام عادي. طب اعمل ايه بعد كده؟ اللي هو ايه ده عدى سنه، في سنه هو قصها في السكه، مش فارق معاه، فمش مهتم انه يجيب اجابه سؤاله. فعادي جدا ان في ناس بتتعطل عشان مستنيه اجابات اسئلتها. احب اقول لك اول ما تبدا هتلاقي اجابات اسئلتك. رابع نقطه يا صديقي هي الخوف من تغيير الهويه. ايه الكلام الجامد ده؟ انا حاسس ان الكلام ده اي صح؟ صدقني مش اي ولا تنميه بشريه. الكلام ده انا عانيت منه زمان. تغيير الهويه لو بصيت لها كده بالراحه كده وبهدوء وركزت، انت عندك هويه معينه عايش بيها، فجاه لما تبدا فكرتك هتتغير. يعني ايه الكلام ده؟ الانسان
الانسان لما بيبقى داخل على فكره معينه بيبقى قاعد فين في الاول؟ قاعد في منطقه الراحه، الكومفورت زون، انا بسميها منطقه الانتخه. بيفكر في حاجه عايز يعملها، مفيش هنا ضغوطات، مفيش مجهود، مفيش التزام، مفيش اي حاجه. انا عايز اتعلم برمجه، انا في مرحله التفكير دلوقتي، فقاعد على البين باج ما انتخ، ما بعملش حاجه. هي دي الهويه بتاعتي دلوقتي، اسمها هويه الانتخه او الكومفورت زون ايدنتيتي. انا قاعد ما بعملش حاجه، بفكر بس، لسه ما دخلتش في المعمعه. تمام كده؟ الناس اللي حواليا محدش مستني مني نتيجه لاي حاجه، لان انا لسه ما بداتش. محدش حاطط توقعات ليا، محدش حاططني في مكانه معينه. عادي، واحد لسه بيفكر في فكره والناس اصلا ما تعرفهاش، وحتى لو الناس عرفتها برضو انا لسه ما بداتش. يعني تقدر تقول انا في مرحله الحلم، والحلم بطبعه شيء امن، انا لسه بحلم، ما عملتش حاجه. لكن اول ما تبدا يا صديقي بتبدا بقى تتراكم عليك المسؤوليات، التزامات، مهام لازم تعملها يوميا، حياتك بتتغير تماما. انت بتعيش في هويه تانية، بتطلع من الهويه بتاعت الكومفورت زون او منطقه الراحه وبتروح للهويه بتاعت الشغل. شخص دلوقتي بيشتغل التزامات ومجهود وضغط وحاجات مطلوبه منه يوميا. الهويه دي بقى في ناس بتخاف ان هي تروح لها، في ناس بتخاف من تغيير الهويه من هويه الانتخه لهويه الشغل، عشان كده ما بيبداوش. عشان كده ناس كتير جدا بتحلم وبتفضل في مرحله الحلم ومش بتروح لمرحله التنفيذ، لانه مرتاح في مرحله الحلم، مش علشان مش قادر ولا مكسل، لكن عشان مش عايز يروح للمرحله دي، عشان التنفيذ هيغير حياته او هيغير هويته. النقطه رقم 5 يا صديقي، وتقدر تبحث في كتب علم النفس وتسال الاي اي وكلم كل المودلز عن الحوار ده، هيدولك يعني كميه معلومات رهيبه في الحته دي. عقلنا بيحب الراحه اكتر من التقدم. اي بدايه لاي حاجه في الدنيا معناها تعب ومجهود والتزام، والدماغ للاسف متبرمج على انه يقلل المجهود. غريزه المخ عايز يقلل المجهود عليك، فهتلاقي بقى كلام كتير من اللي احنا قلناه من شويه، من نوعيه يا عم اصبر، يا عم اهدى، يا عم لسه بدري، يا عم ما حدش بيجري وراك. هو بيعيشك في راحه، بس هي راحه قصيره المدى، ومشكلتها ان هي تخليك ثابت في مكانك، مش هتعمل اي حاجه في حياتك ومش هتبدا اي فكره تيجي على بالك. لكن لو جيت تبدا هتلاقي البدايه متعبه وفيها التزام وضغط وكل حاجه، بس هتخليك تكبر بعدين. وعلى فكره هتعود المخ بعد كده على ان ده العادي بتاعي، ان يبقى فيه التزام وضغط ومسؤوليات وكده. يعني انت بتسيستم مخك، هو بيديك حائط دفاعي عن ان انت تتعب او تعمل مجهود، بس بعد كده لما بتدخل في المعمعه بتسيستمه على ان ده العادي بتاعي وما عنديش مشكله معاه. وده حل المشكله دي، ان حضرتك تبدا وتطلع بس من حته الراحه وتخليه يعرف انه العادي بتاعك ان انا التزم ويبقى عليا ضغط ومسؤوليات ومهام يوميه وكل الكلام ده عشان ابدا فكرتي. النقطه رقم 6 ممكن تضحكك شويه، لو ضحكتك اكتب لي في التعليقات. وفي سؤال لو سالتهوني يبقى انت برنس، برضو اكتب لي في التعليقات ان انت سالت السؤال لما اوصل له. يعني نقطه الخوف من النجاح. حد هيجي يقول لي دلوقتي الخوف من النجاح يعني خاف ان انا انجح؟ في ناس بتخاف من النجاح. ادخل دلوقتي على جيميناي او جروك واكتب له هل ممكن حد يخاف من النجاح، وشوف هيقول لك ايه. هو في حد بيخاف من النجاح؟ في ناس بتخاف من النجاح. ليه؟ هم مش بيخافوا من النجاح عشان هم مش عايزينه، لا، لكن عشان النجاح مش بس نتيجة حلوة. النجاح بيغير حياتنا وبيغير الروتين اليومي بتاعنا وبيغير طريقتنا في التعامل، بيغير كل حاجة، ومن ضمنهم الناس اللي حواليك وتوقعات الناس اللي حواليك. وانت شخصيا توقعاتك بتتغير لما تنجح في حاجة. ومش بس كده، لما بتنجح مرة الناس بتستنى منك انك تنجح تاني وتالت ورابع وتعلى. واحيانا كتير قوي الحفاظ على النجاح اصعب بكتير من اول مرة انت تنجح فيها وتوصل. زي ما قلنا من شويه، في ناس كتير جدا متعوده على الكومفورت زون، منطقه الراحه، وده عادي مفيش فيه مشكله. المنطقه دي مش مثاليه ولسه ما بدأناش في فكرتها، لكنها مفهومه، متوقعه، معروف ايه اللي فيها، يعني باختصار مألوفه. اما النجاح معناه الخروج تماما من المنطقه دي. وفي بعض حالات النجاح بيخليك تظهر، تبقى مرئي، العين بتبقى عليك زي برضو ما قلنا من شويه، وتبدأ مدام العين عليك تتسأل وتتقيم وتنتقد، وده برضو عادي جدا. في ناس بقى كتير جدا يا صديقي بتخاف من الظهور ده، بتخاف من مرحلة ان هو يتسأل ويتقيم ويتم انتقاده من الناس. فعشان كده بقولك هو مش بيخاف من النجاح نفسه، هو بيخاف من اللي بيجي بعد النجاح، الشخصية اللي انت هتبقى عليها بعد ما تنجح. سؤال مهم بقى، طيب انت دلوقتي بتقول ان في بعض الناس بتخاف من النجاح، طب هو معنى كده ان هو مش هيبدأ لانه بيخاف من النجاح؟ سؤال حلو جدا، ما عنديش اجابة ليه. يا عم بهزر معاك، وانا هقول لك سؤال واسيبه لك واقول لك في الفيديو الجاي واقعد
اشوقك؟ اكيد لا. السؤال ده مهم علشان ما خليكش تحس الموضوع فيه حاجات متناقضه مع بعض، وتعرف ان ده عامل مهم من العوامل اللي بتخلي ناس كتير ما تبداش فكرتها. والاجابه صديقي ببساطه مش ان احنا نخفي الخوف ده، مش ده الهدف. لا، الهدف انك تبدا في وجود الخوف ده، وهو ده المطلوب. في خوف من حاجه معينه بس حضرتك هتبدا لاسباب كتير جدا. خلي بالك النجاح والحاجات اللي بتيجي من وراه دي ما بتجيش في نفس اليوم. الحاجات دي بتيجي بتدرج. ممكن ما تشوفش الحاجات دي غير بعد سنين في مشوارك ناحيه النجاح. ممكن تلاقي حاجه واحده منهم بس اللي جت، مش كلهم. ممكن تلاقي حاجه وتتاقلم عليها وتلاقي اللي بعدها في اللي بعدها في اللي بعدها، عادي جدا. ممكن تكتشف ان انت قوي جدا والحاجات دي كانت تافهه، بس انت كنت مخوف نفسك ومأفور شويه، وحصلت مع ناس كتير. كل ده هتعالجه او هتعديه بان انت تجرب، اشوف ايه اللي هيحصل. لان انا دلوقتي واقف بره عمال احكم وانا مجربتش، فطبيعي جدا ان انت مش هتلاقي اجابه منطقيه ولا هتلاقي اجابه مضمونه 100%، لانك ما جربتش. كل اللي انت هتعمله استنتاجات. لكن لو جربت هتبدا تشوف، تلاقي نفسك الله، ده الموضوع طلع تافه. انا كنت خايف قوي من الحته دي بس لقيتها عاديه. يعني انا كنت خايف قوي حد يكتب لي تعليق سلبي، لقيت الموضوع عادي وانا مبتسم ومفيش مشكله. كل ده هتعرفه بالتجارب. وفي النهايه يا صديقي خليني اقول لك ان البدايه مش محتاجه شجاعه ضخمه جدا ولا مجهود عظيم يعني، ومش محتاجه الثقه الكامله في اللي انت تعمله، ولا محتاجه المصادر الكامله زي ما قلنا عشان تبدا. محتاجه بس زقه صغيره جدا تخليك تبدا. خليني اقول لك ان في بعض الناس كانت بتدبس نفسها في حاجه سريعا عشان يدخل في الموضوع. ازاي؟ هقول لك المثال اللي عدى عليا في حياتي عشان مش كل الامثله عدت عليا. في حد كان عايز يتعلم برمجه، شاف الموضوع كبير جدا وكتب وكورسات وفلوس واستثمارات ووقت، ولازم ابقى قاعد ورايق وما عنديش مشاكل. هو شايف كده، عارف عمل ايه؟ بدا كورس كده ملوش علاقه بالمسار بتاعه على اليوتيوب، دخل كده يتفرج. فالراجل راح منزل برنامج في الفيديو، راح هو مقلده. الله، ده الموضوع جميل. واحده واحده بدا يسال، لقى بعد كام فيديو ان الكورس ده مش مناسب للي هو عايزه، بس هو خلاص اتدبس في الموضوع. بعد ما اتدبس بدا بقى يدور على المسار بتاعه الصح، واكتشف انه نفس البرنامج اللي كان منزله الايديتور يعني شغال عليه عادي ومكمل. كل ده حصل بناء على التدبيسه البسيطه الاولى. بس هو ده اللي انا طالبه منك، انك تدبس نفسك في اللي عايز تبداه، وكل حاجه هتيجي بعدين في الطريق. دي النقط اللي انا شايفها. لو انت شايف في نقط تانية بتمنع الواحد ان هو يبدا، لو سمحت اكتبها لي في التعليقات عشان نستفيد كلنا، وانا اول واحد استفيد منك، ونبقى عرفنا كل النقط عشان نعرف نعالجها ونتوكل على الله ونستعين بالله ونبدا فكرتنا. بس كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.